حبايبي الغاليين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. وصفتنا النهاردة من وصفات الكلبزة، شتا بقى وكده. هنعمل النهاردة فطاير بشكل كيوت، ان شاء الله تعجبكم قوي. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. في البداية هنحتاج كوب وربع حليب يكون دافي، هنحط عليه 3 معالق كبار سكر وبيضة، وطبعا طالما في بيض يبقى لازم معلقة صغيرة فانيليا ومعلقة صغيرة خل. ننزل عليهم بمعلقة كبيرة خميرة، نقلبهم بقى مع بعض كويس. بعد كده هننزل ب4 أكواب دقيق، يكون دقيق مخبوزات او دقيق جميع الاستعمالات. نحط على الدقيق بقى معلقة صغيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة ملح. نعجن بقى كويس لحد ما الدقيق كله يلم معانا. ننزل عليه بربع كوب زبدة، وممكن نستخدم زيت عادي بس الزبدة بصراحة بتدي طعم احسن. نعجن بقى لحد ما العجينة تبقى ناعمة معانا، نغطي عليها ونسيبها ساعة في مكان دافي عشان تخمر. وده شكل العجينة بعد التخمير. ناخد بقى العجينة ونعملها كور صغيرة، بس النهاردة هعلمكم طريقة جديدة سهلة وسريعة عشان كل الكور تبقى قد بعضها. هنجيب اي كوب شاي او اي كوب متوفر عندكم، وناخد جزء من العجينة بالشكل ده ونحرك الكوباية دقيقة بالظبط، هنلاقيها اتشكلت وبقت كورة زي الفل. نخلص بقى كل العجين ونغطي عليه ونبدأ ناخد كورة ونفردها بالشكل ده. انا هنا هحشي بتمر، عجنته بمعلقة زبدة وممكن برضو نعجنه بزيت. نبدأ ناخد قطعة ونفردها ونحطها على العجينة، ونلم اطراف العجينة على بعضها بالشكل ده. بعد كده هنتني الطرفين على بعض، نسويهم بقى وهيبقوا شبه المثلث. نجيب بقى سكينة ونعمل الشكل الجميل ده. نرصها في صينية مدهونة زيت، ونخلص بقى كل الكمية ونغطي عليها ونسيبها نص ساعة كمان عشان تخمر تاني. بعد التخمير هنجيب ربع كوب حليب وندهن الفطائر الجميلة بتاعتنا ونرش عليها سمسم. ندخل بقى الفطاير الجميلة دي فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة، واخر 5 دقايق هنفتح الشواية عشان تاخد لون ذهبي جميل. وده شكل الفطاير بعد ما خرجت من الفرن وهي لسه سخنة. هنجيب معلقة زبدة وندهن الفطاير بتاعتنا. الخطوة دي اختياري بس هي بصراحة بتدي طعم تحفة. نغطي عليها بقى ونسيبها 10 دقايق عشان تفضل طرية معانا. وكالعادة مش هقدر اوصف لكم ريحتها وطعمها كانوا عاملين ازاي، تحفة ولذيذة وطعمها حكاية بجد. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ومستنية تطبيقاتكم وتعليقاتكم الجميلة، وبألف هنا وشفا مقدما على قلوبكم.